بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، نتمنى تكونوا كامل بخير. وانتم تشوفوا في لا فيديو تاع اليوم راح ندير معاكم في هذا لا فيديو بطاطا بيوري. جبت حبيبات تاع بطاطا حسب افراد العائلة اللي عندكم، غسلتهم وقشرتهم وقاعده نقص فيهم قطع صغيرة باش طيب لنا بالخف. قاعده نقص فيها مكعبات ولا قصوها بطريقه عشوائيه، المهم يكونوا القطع تاعها صغار. ما تنساوش البنات خليو لي جيم لا فيديو، اللي مش مشتركه في قناتي تدعمني بالاشتراك فضلا وليس امرا. من بعد جبت مرميطه حطيت فيها الماء وراح نحط فيها كامله ذيك البطاطا اللي كنت قصيتها، وراح نضيف لها كميه تاع ملح. من بعد راح نحطها فوق النار. من جهه واحده اخرى جبت كبده كنت غسلتها مليح، كبده تاع دجاج حطيتها في مقله، درت فيها الزيت فوق نار متوسطه. مره على مره راح نحركها غير شويه. من بعد جبت زوز فصوص تاع الثوم، وجبت ملعقه صغيره تكون معمره مليح تاع طماطم صبره، وراح نقليهم كامل مع بعضها. من بعد جبت كميه تاع الملح، وراح نضيف لها ثاني كميه تاع فلفل الكحل. راح نغطي عليها ونخليها حتى تطيب في عقلها. بعد ما طابت البطاطا كنت نحيتها، وجبت معاها كمية تاع الماء اللي طابت فيه ونص كاس تاع الحليب اللي هنايا تقدروا انكم تستغناو عليه نهائيا، يعني اللي ما عندهاش الحليب تقدر تخدم لا بيوري تاعها فقط بالماء هذاك اللي طابت فيه. من بعد جبت مغرف كبيرة تاع الزبدة ومغرف كبيرة نتاع الفرماج، وجبت كمية تاع ملح وكمية تاع فلفل الكحل، وراح نضرب البطاطا بهذه الطريقة وهي سخونة بالباطر. ومرة على مرة راح نزيد الحليب ولا الماء كيما تحبيتو حتى نتحصل على قوام كريمي. كي توصلوا للقوام اللي حبيتوه حبسوا، ما تزيدوا لا ماء ولا حليب. من بعد هذيك الزيت اللي طابت فيها الكبدة كنت صفيتها، وهذا هو القوام. ما نحبهاش تكون ثقيله بزاف وما نحبهاش تكون خفيفه. نتوما كيما توصلوا القوام تاع لا بيوري اللي تحبوه حبسوا، ما تضيفوش الماء ولا الحليب. من بعد حطيتها في صحنه وحطيت عليها هذيك الزيت اللي كنت صفيتها من قبيل، وحطيت معاها الكبده. نتمنى انه الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، وما تنساوش تخليو لي جيم وتخليو لي رايكم في لي كومونتير، واللي مش مشتركه في قناتي تدعمني بالاشتراك فضلا وليس امرا. درك ما عليا غير نقولكم تهلاو في رواحكم، مع السلامه وفي فيديو اخر ان شاء الله.